بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خوتي. كما وعدتكم اليوم راح نتكلموا بإذن الله على الجهة اليمنى من هجوم المنتخب الوطني. كما نعرفوا باللي كان منافسة شديدة على هذا المركز. كاين محرز، كاين كبال، وكاين حاج موسى. واش يفرضوا علينا الامكانيات تاع اللاعبين، وكاين امور فيهم شويه كولاسه، فيهم شويه. حنا نهضروا على الجانب اللي لازم يكون كما يقولوا. كبال، قدم اداء رائع مؤخرا في فرنسا، راه جاهز بدنيا. هو كيفوت حاج موسى، ولو انه حاج موسى بين قوسين تراجع قليلا مستواه، لكنه يبقى لاعب في المستوى. اما فيما يخص محرز، فالجميع يعلم ان محرز حكايته تقريبا حكايه عوار، لانه الدوري السعودي عنده شهر هو متوقف. بطبيعة الحال اللاعب راح يكون ناقص بدنيا، راح يكون عرضة للإصابات. ما راحش يكون في المستوى العالي مثل بقية اللاعبين المحترفين في أوروبا. راهم في المنافسة وراهم جاهزين بدنيا. نهضروا على البروفايل تاع اللاعبين. محرز وحاج موسى البروفايل ديالهم متشابه جدا، مهاجمين يراوغوا يدخلوا في المساحات. اما قبال عنده خاصيه تميزوا عليهم شويه، مختلف عليهم صناعه اللعب. قبال يقدر يلعب لك كوسط ميدان هجومي، يميل على الجهه اليمنى قليلا، يصنع اللعب. عنده تمريرات في العمق ممتازه، عنده توزيعات، عنده رؤيه ما شاء الله، يلعب صحابه. لذلك قبال يقدر يلعب حتى في وجود هذين احد هذين اللاعبين. قبال يقدر يكون حاضر مكان مكان عوار او شيبي وعلى العموم. واش راح نقولوا، حنا الجميع متاكد ان بيتكوفيتش ما راحش يغامر، بين قوسين ما راحش يغامر. راح يلعب محرز. حنا رانا معترفين باللي محرز لاعب ممتاز، لاعب يبقى في التاريخ الجزائري. محرز قدم الكثير، جاب لنا كاس افريقيا. ولكن نهضروا على الفتره الحاليه. محرز تراجع مع النقص البدني في ديال توقف الدوري السعودي. يعني أنا شخصيا ولا نتحمل مسؤوليه كلامي، ولو ان الكثير ما راحش يعجبهم هذا الكلام. انا افضل حاج موسى على الاكل نعطيوه فرصه. كاين اللي يقولوا اللاعب كان اناني. اللاعب جماعه ما تنساوش باللي حاج موسى هذا عنده بزاف، هو مريح على البنك، ما عطاهش الفرصه. بيتكوفيتش كان متمني يقدم الاضافه للمنتخب الوطني، ولكن بيتكوفيتش ما عطاهش الفرصه. وفي اول فرصه له في المباراه السابقه حب يفرض روحه، حب يبين، حب يسجل. عادي يا جماعه، امر عادي، ما راحش نذبحوا لاعب على جال لقطه او لقطتين. كاين نقطه ايضا جماعه، في حاله لعب محرز، في حاله اشراك محرز راح نعانيو دفاعيا. كيف ذلك؟ محرز ما راهش يقوم بالادوار الدفاعيه كما ينبغي، على بالنا باللي كبر، ما راه جاهز بدنيا جدا. طيح مع منتخب قوي، عنده اظهره قويه، ظهير ايسر قوي، عنده الاخر. راح نعاني شويه في ظل مشاركه محرز. وعلى العموم حنا رانا نتمناو التوفيق للمنتخب، ما يهمناش حنا اللي يلعب اللي ما يلعبش، ولكن نهضروا كفنيين. ما احنا ما عندنا لا مصالح لا والو. وان شاء الله الافضل هو اللي يلعب. هذا واش رانا نتمناو من بيتكوفيتش، ونتمناو يعطيو الفرصه لكل من قبال وحاج موسى، لما لا ينفجروا ويقدموا لنا الاضافه في هذه الكاس. وشكرا.